فيلمنا بيبدأ ببنت بتتباع لراجل غني علشان يجوزها لابنه اللي أكبر منها في السن وبيهملها، فبتحب واحد من الخدم. دي بنت اسمها كاسرين في حفلة راجل غني أكبر منها في السن، وبيكون أبوه شاريهاله بالفلوس وبيعاملها بأسلوب مش كويس وبيأمرها إنها ما تخرجش من البيت بدون إذنه. بتفضل قاعدة طول الوقت جنب الشباك زي العصفور اللي محبوس في قفص. وبيكون ألكسندر جوزها شغال محقق، وأبوه بيبلغه بسفرية لندن علشان هيحقق في قضية. وبكده بتبقى كاسرين في البيت مع الخدم وبس، وبتطلع برا البيت وبتخالف تعليمات ألكسندر جوزها، وبتدخل المزرعة وبتلاقي مجموعة من الفلاحين معلقين الخدامة بتاعتها اللي اسمها آنا وبيضربوها، وبتأمرهم ينزلوها. وبتعجب ساعتها بواحد اسمه سيب وما بتقدرش تقاوم التفكير فيه، وبتقابل سيب برا البيت وبيروح لها في نفس اليوم بالليل ويدخل غرفتها. بتحاول تمنعه بس ما بتقدرش، وبيعملوا زي ما انتوا عارفين العسل بالقشطة. وبتدخل آنا الخادمة بتاعتها الصبح وبتعرف ان سيب كان بايت مع كاسرين امبارح بالليل، فبتروح تجيب لكاسرين الكاهن علشان يحذرها من عقوبة الخيانة، لأن الخيانة عندهم بتبقى عقوبتها كبيرة، لكنها ما بتهتمش بكلامه. وبيعرف بورس بعلاقتها مع سيب فبيروح ينتقم منه، لكن كاسرين بتحط له تاني يوم في الفطار السم وبيموت. وبيعرف ألكسندر جوزها بموت أبوه، بس بيبعت له رسالة وبيقول إن هو مش مهتم أصلا علشان هو بيكرهها هي وأبوها. وبتبقى دي بقى اللي قتلت القتيل ومشيت في جنازته. وبيرجع ألكسندر فجأة وبيكتشف وجود سيب في البيت، لكنها بتجيبه لما بتحس إنه مش مهتم. ولما تهجم ألكسندر على سيب بتمسك كاسرين حديدة وبتضربه على دماغه وبيموتوا وبيدفنوه في الغابة، وبيرجعوا يفطروا عادي. وتاني يوم بتدخل واحدة عليهم اسمها إنجي وبتعرفهم إن حماة ألكسندر وإن تيدي يبقى ابنه، وبتقول لهم خلاص انتم تفضلوا معانا في البيت. وبتكتشف حملها بين سيب وبتروح له علشان تصالحه، لأنه بيكون زعل علشان خاطر ما بقاش مع كاسرين في البيت. وبيتوه تيدي بالليل وبيلاقيه سيب على حافة الشلال، وبيفكر ان هو يرميه من فوق بس ما بيقدرش وبيضعف علشان هو طفل صغير، فبيشيله ويرجعه البيت. لكن انجي ما بتستريحلوش، وبالرغم انها انقذ حفيدها بيرجع يلم هدومه وياخد حاجته علشان يسيب المدينة كلها. لكن كاسرين بتعترض طريقه وبتقوله انها لقت فكرة هتخليهم مع بعض وترجعوا البيت، وبتدخل سيب من الشباك وبيحط مخدة فوق دماغ تيدي وهو نايم علشان يخنقوه. ولما بيجي الصبح بتكتشف آنا موت تيد، وبيكون سيب في الغابة وضميره مأنبه ومتدمر علشان هو خلص على طفل صغير. وبيرجع تاني يوم وبيعترف لهم انه خلص على الطفل، وكمان بيعترف بباقي الجرائم اللي عملها مع كاسرين، لكنها علشان بقت من السادة بتقول لهم انه كان على علاقة بآنا وانهم بيكذبوا وعملوا التمثيلية دي علشان يستحوذوا على القصر، وهم صدقوها. واللي ساعدها على كده ان آنا فقدت حاسة النطق بسبب حادثة تيدي وبسبب جبروت كاسرين. 3 من ضمنهم طفل صغير، وبيتقبض عليهم كلهم بتهمة القتل. وعلشان يتم فيهم حكم الإعدام بترجع كاسرين تعيش لوحدها، وبتكون عايشة لوحدها في القصر من غير الخدم، وبتحط ايديها على بطنها وبتحس بطفل سيب في بطنها. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وانتظروا تنزيل كل الأفلام الجديدة. دعمكم بيهمني علشان استمر.